السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهارده هنعمل فيديو جامد 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 والكل بيستخدمه اليومين دول. هنعمل بقى ايه؟ شوية زيتون كده. زيتون بقى ايه؟ مش قادرة اقول لكم. بجد الطريقة دي انا معتمداها من سنين وبعملها على طول، بس انا صراحة ما عنديش زيتون قديم كنت وريتهولكم. بيفضل اصفر وجميل وكهرمان كده. تعالوا بينا نشوف هنعمل ازاي الزيتون ده، وهنعمله بالطريقة ازاي. وبصوا بكل تركاية كده واحنا مع بعض هقول لكم عليها في الفيديو. بس ما تنسوش اللايك والشير بقى والكومنتات الجامدة بتاعتكم دي. طبعا معانا هنا زيتون، ده زيتون تفاحي. في الزيتون العزيزي ده انا ما بحبوش لانه بيقعد مدة طويلة. ما بستخدمش الا التفاحي. بصوا غسلته غسلة كويسة كده واديته شقة كده بالسكينة زي ما انتوا شفتوا. وهنا معايا كيلو من الجزر المبشور. وده ليمون انا عصرته اهو. وده الايه القشر بتاع الليمون. وهنا شطة حرة، ضربتها في الكبة. ده حوالي كيلو برضو من الشطة. ومعايا ليمون متقطع شرايح. بصوا معايا عصفر وحبة البركة اهو. هنعمل بقى شوية زيتون خطيرة خطيرة خطيرة. تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. جبنا طبق بقى فاضي، هننزل بقى بالشطة اللي انا ضرباها في الكبة. لو انت مفرزاها في الفريزر طلعي منها برضو. آه يعني عملت ايه اقل من كيلو كده. ضربتها في الكبة نعمتها. عايزاه تعمليها باردة اعمليها، انا عاملاها حر. وحطيت حوالي كيلو الا حاجة بسيطة برضو من الجزر. كل ما تكتري في الجزر وفي الشطة وكده ما مش في مانع، يعني بيبقى كويس. وهنا ده الليمون اللي انا مقطعاه شرايح، لما بيستوي بيبقى خطير. وحطيت بقى عصفر اهو. حطي حوالي كده ايه كوباية من العصفر. وحوالي معلقتين من حبة البركة. هقلب بقى الخلطة دي كده. الخلطة دي بتخلي الليمون بصوا خطير بجد. ريحته بصوا مش قادرة اقول لكم. وجماله وقرمشة اللي هقول لكم بقى هيقرمش من ايه. وهيفضل اصفر وجميل. مش هيسمر منك ولا من ايه برضو واحنا مع بعض. بس حطي بقى اللايك. هنا نزلت بقى بالزيتون بعد ما غسلته غسله كويسه وشقيته زي ما انتم شايفين كده. بالسكينه كده. بحيث ان الشقه دي عشان المراره تطلع منه ما يبقاش ممرر خالص. هقلب بقى الخلطه بالزيتون. بصوا جمال شكلها بصوا تحفه كده فنيه. بجد تسلم ايدي. اهو. اقلبه تقليبه كويسه جدا. اغلف كل الخلطه في الزيتون كده اهو. ما اقولكوش بقى انا شغاله بايدي والشطه نار كده اهو. اقلبه تقليبه كده جامده. معنا في الوقت ده غسله البطرمانات ومعقماها بميه سخنه. سايباها تنشف كويس جدا. هنا بقى جبت بقى تعالوا بقى ايه نشوف المحلول بقى بتاع الزيتون. هنا جبت 2 لتر من الميه. دول 5 كيلو من الزيتون. يعني الخمسة كيلو بياخدوا 2 لتر من الميه. وبياخدوا حوالي كوبايتين من الليمون صافي عصراه بايدي كده، مش داخله ميه. ده حاجه مهمه جدا يا جماعه. وحطيت حوالي نص كوبايه من الخل. والملح بقى اقولك على الملح. عشان في ناس كل واحد يعني ايه. انت مش هتعرفي تظبطي الملح. الملح انا حطيت كيس ونص من الكيس الصغير. انت بقى هتعرفيه ازاي. هتحطي الملح زي ما انا حطيت كده كيس ونص. هتجيبي بيضه. والبيضه دي تغسليها كويس جدا وتحطيها. لو البيضه عامت فوق وش الميه يبقى كده الملح مظبوط. لو البيضه ما عامتش فوق وش الميه طبعا الحته دي ما اتصورتش. لو البيضه ما عامتش فوق وش الميه يبقى كده انت تحتاجي ملح تاني. لو عامت يبقى كده مظبوط. تعالوا بقى بينا نعبي ايه البطرمانات زي ما انتم شايفين كده. انا عندي شطه خضره ناشفه. حطيت في القاع شويه جزر وبعد كده كام قرن من الشطه، مش كترت شطه صراحه. وهنزل بقى بالزيتون بقى بالخلطه بتاعته الجامده دي. بصوا شايفين شكله عامل ازاي، عايز يتاكل وهو ني اهو. هعبي بقى وهكبس البطرمان على قد ما اقدر عشان ما يبقاش فيه تهويه. وهظبط بصوا هتلاقوا ان انا بضغط قوي بايدي اهو. عشان ما يبقاش فيه فراغات في الزيتون. وكنت صراحه عايزه املى الثلاث بطرمانات الخمسة كيلو يملوا الثلاث بطرمانات اهو.
طبعا الزيتون التفاحي بيبقى سهل جدا وبيستوي بسرعة، في 3 اسابيع هتاكلي منه اهو. كده انا عبيت ال3 بطرمانات. بصوا بقى، تعالوا بينا بقى نحط ايه بصوا هنا بقى ايه، كان فاضل كام قرن شطه كده حطيتهم على الوش، اقول لكم ليه. بصوا يا جماعه، لما بتحطي الشطه كده على الوش هتحطي قشر الليمون اللي احنا عصرناه على الوش، بيمنع العفونه. وحاجه كمان بتمنع العفونه هوريكم دلوقتي اهو. بصوا انا كده برص الشطه على الوش اهو، عشان حتى لو عمل عفونة على الوش، ده وارد يعني ان لو عمل عفونة، بس ان شاء الله يعني ما بيعفنش عندي. لو عمل عفونة بتشيلي القشر ده بترميه، ولو ما عملش عفونة القشر ده بيتغلغل كده من طعم ال الزيتون، بيبقى طعمه جميل جدا وبيستوي بيبقى جميل جدا اهو. بصوا اهو. ايه بقى اللي ما بيخلوش يعفن؟ لو عندك زيت زيتون حطي، لو عندك زيت عادي، بس اهم حاجه ما يكونش ليه ريحه، حطي على الوش حوالي ايه معلقتين كده. هنا بص حطيت بقى المحلول بقى اهو لغايه ما املى البطرمانات. طبعا انا غايبه عنكم بقالي كتير كتير، وفيديوهاتي بصوا قلت معاكم خالص، بس ان شاء الله هنتعوض. وان شاء الله مش عايزه اقول بقى انها هتتعوض، لان كل ما اقول هتتعوض يحصل كوارث ويحصل حاجات وابعد بعيد عن القناه خالص. فان شاء الله هتتعوض الايام الجايه وهبقى معاكم على طول. بصوا بقى هنا حطيت اهو حوالي معلقتين كده من الزيت الزيتون على الوش، او زيت عادي بس ما يكونش ليه ريحه يا جماعه. طبعا هنيجي بقى جيبي كيس كده او جيبي ستريتش وحطي واقفلي، بحيث ان ايه ما يدخلوش اي هوا اهو. وهنا برضو هقفلهم بقى كويس جدا. اهم حاجه تكون البطرمانات متعقمه جامد يا جماعه، ما يكونش البطرمانات فيها اي ميه مش معقماها كويس، تكون ناشفه جدا اهو. ده طبعا في خلال 3 اسابيع بتفتحي عليه، لو لقيتيه ناقصه ملح بتحطي له شويه، بتاخدي شويه من محلول الملح ده تنقسي منه شويه وتزوديه ملح وترجعيه تاني. لو ان شاء الله على الملح اللي انا حاطاه ده ما بحتاجش ملح تاني. لو ما لقيتوش بيبقى كويس تقفليه وتدوقي واحده منه هتلاقيه استوى باذن الله. قولوا لي بقى اللي بتعملوا بالطريقه دي، تقولي لي بقى في الكومنتات هي بتعملوا ازاي، بتعملوا بنفس الطريقه ولا لا، وبيطلع معاها لونه عامل ازاي. ايه اللي بيخليه اصفر كهرمان كده وبيقرمش؟ هو الخل يا جماعه بيخلي لون الزيتونه اصفر ما بيهرهاش، وشويه الزيت على الوش ما بيخليش فيه عفونه، وبيخلي الزيتون كويس جدا اهو. قولوا لي بقى، قولوا لي رايكم ايه في طريقه الزيتون دي، طريقه جامده جامده جامده. طبعا نسينا نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا قبل ما اختم الفيديو ادعوا لي دعوه حلوه، وطبعا لكم بالمثل. وما تنسوش بقى الكومنتات الجامده واللايك والشير وتقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، واللي بتعمل الزيتون بطريقتي تقول. وكده الفيديو انتهى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.